اهلا بيكم وحلقه جديده والوجه الاخر. لو عايز تقابل امراه ما بتخافش، لو عايز تتكلم مع امراه عندها الرغبه والقدره على المشي في حقول الالغام، لو عايز تشوف امراه عمرها ما نسيت انها امراه لكنها في نفس الوقت عمرها ما اقتنعت ان المراه يعني الحريم، يعني الكائن الضعيف اللي ملوش راي او مكان، لو عايز تعرف امراه مختلفه جدا واستثنائيه جدا، يبقى انت عايز تقابل وتتكلم وتشوف وتعرف وتسمع امرأة اسمها هبة قطب. الدكتورة هبة قطب، مرة تانية، استاذة الجنس وخبيرة العلاقة بين الراجل والست، الدكتورة هبة قطب. دكتورة هبة، كل سنة وانت طيبة. انت بألف صحة وسلامة والمشاهدين كلهم بخير. ايه الموضوع؟ ايه الجنس؟ حاجة ربنا خلقها في البني ادمين لا يقدروا ينكروا انها موجودة ولا معترفين انها موجودة، يعني ولا معترفين. يعني حتى الناس كلها تقول لك ايه ده، لا عيب الكلام ده، ويجوا يستخبوا ويسمعوا. يستخبوا ويسمعوا. طبعا وده بيحكي لي، يعني حتى بيجي الناس بنفسها تقول لي لا انا ما اقدرش اقول، مثلا واحد يقول ما اقدرش اقول بس ان انا بسمع على البرنامج بتاعك، لكن بقفل على نفسي واسمع. يقفل على نفسه واسمع. ما كسفتيش، ما خفتيش، ما قلقتيش؟ ست على الهوا في التلفزيون الملايين كلها اللي الرجاله بتخاف منه، انت طالعه وبمنتهى القوه تتكلمي في الجنس والعلاقه بين الراجل والست. اللي يقدر يغلطني في كلمه وريني طوله. خلاص كده. اللي يقدر يغلطني في كلمه او اللي يمسك عليا كلمه تخدش الحياء او تخرج خارج نطاق الاخلاق والدين والعلم، يوريني طوله ويقول لي انت قلتي كذا. بس كلام مش صعب، يعني ناس من زمان بتتكلم على الثقافه الجنسيه وتدريس الجنس و لكن ما حدش يقدر ياخد الخطوه. اشمعنى هبه قطب اللي خدت الخطوه؟ لازم لكل شيء في اول مره، ولازم حد يكون تكوينه مستعد لتلقي بعض السهام في صدره، يعني وما يقولش واعتقد ان انا لها يعني. الناس لما جت تتكلم في الجنس وبريطانيا وبعدين وصلت الجنس للمدارس، دلوقتي بيقولوا لا نشيل الجنس المدارس مره ثانيه. هبه قطب عايزه الجنس في المدارس؟ عايزه، بس مش خالص البريطاني. حضرتك عارف ايه منهج الجنس في مدارس اللي هم بيشتغلوها البريطاني؟ انا هقول لحضرتك ايه اللي انا بقوله وايه اللي هم بيقولوه باختصار. يعني اللي هم بيقولوه، اللي جابوا لي على فكره من حوالي سنتين كده من احدى المدارس الانترناشونال يعني الدوليه، كتاب بتاع العلوم بتاع الصف السابع اللي هو اولى اعدادي عشان اراجعه، وقالوا لي ان هو شوفي الباب ده وشوفي رايك فيه ايه. ده بتاع انجلترا؟ بتاع انجلترا. انت تراجعيه؟ انا اراجعه عشان شوفي هيتدرس لمصر هنا ولا لا. لمصر مش لانجلترا؟ لا مش لانجلترا. يعني ما كانوش بياخدوا رايك عشان انجلترا؟ لا كانوا بياخدوا رايي عشان مصر. مدرسه دوليه في مصر. فشفته لقيت ان هو تدريس الجنس عباره عن 3 حاجات. اول حاجه كيفيه اتقاء الامراض المنقوله جنسيا. ثاني حاجه كيفيه منع الحمل. ثالث حاجه كيفيه انه الجنس ما ينفعش يكون بعنف، ولازم الولد والبنت يبقوا راضيين. بس هو ده المنهج بتاع الثقافه الجنسيه. المنهج بتاعك انت ايه؟ المنهج بتاعي انا قلت ان هو له ضوابط، 6 ضوابط، ان هو يكون لازم تحت يعني اشراف حد بتاع علوم جنسيه، وحد بتاع علوم تربويه، وحد بتاع وضع مناهج، وحد عالم ديني مسلم، وعالم ديني مسيحي، وحد بتاع علم اجتماع. وتاني حاجه انا قلت ان هو يبقى جنس متدرج، يعني الطفل اللي عنده 4 سنين اقدر اديله ثقافه جنسيه بمعنى 4 سنين؟ ايوه، بمعنى ان انا اقول له حافظ على اعضائك، ما حدش يقلعك هدومك وما حدش يدخل معاك الحمام، دي ثقافه جنسيه. لكن اختزال الثقافه الجنسيه في انها ثقافه الفراش ده قصور ذهني شديد يعني. بعد 4 سنين في ايه؟ بعد 4 سنين في 6 سنين 7 سنين ان ما حدش ما فيش حد يقلع قدام حد في الفستيار وفي البسين وفي الحاجات زي ما بنشوف. ننبه اطفالنا واولادنا سواء اولاد او بنات انه ما ينفعش خالص حد يضحك عليك ويقول تعالى وانا وانت زي بعض واحنا اولاد مع بعض او احنا بنات مع بعض، ما حدش يقلع قدام حد. بعد كده بتتدرج لثقافه البلوغ، لان احنا ياما بنسمع ان اولاد بيبلغوا ما يعرفوش ان ده بلوغ، ما يعرفوش يعني ايه اغتسال بعد الحدث. البنت ما تعرفش ان في حاجه اسمها دوره شهريه وبيغمى عليها تفتكر ان هي في خطر و الى اخره. بعد كده ثقافه الانجاب، ان هو انه في حاجه اسمها علاقه جنسيه بس بخطوطها عريضه. وبعد كده نتدرج بقى المرحله الثانويه انه لازم يعرفوا فيها يعني ايه جنس ويعني ايه دوره جنسيه ويعني ايه تتويج لعاطفه، ولازم يكون بين 2 متجوزين طول الوقت. من اول ما نجيب سيره علاقه جنسيه مش هتنفصل عن ان كونها بين 2 متجوزين ليس الا. الجرأة دي جات لك منين؟ من ديني. من دينك؟ طبعا. ده احنا متدلعين، ده ربنا يعني مختصر علينا سكه كبيره جدا جدا، وقدمها لنا كده على طبق فضه وقال لك بس طب يعني حتى مش هقول لك كملوها، لكن انا هقول لحضرتك ربنا قال بس مد ايدك.
فاحنا قعدنا 14 قرن وشويه ما بنمدش ايدنا حتى على الطبق الفضل اللي ربنا اداهولنا. مديت ايدك في ايه؟ ايات ايه؟ استشهدت بايه؟ هقول لحضرتك سوره البقره فيها الايه 223 دي اختصار شرحتها في رساله الدكتوراه بتاعتي على فكره بتاعت امريكا في حوالي 8 صفحات 9 صفحات ايه واحده بس. في امريكا كانوا فاهمين سوره البقره؟ انا فهمتها لهم. اللي هي الايه نساؤكم حرث اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الايه دي اولا مخاطب فيها هو الرجل فبيصيب النساء وفي الفراش نساؤكم حرث لكم، الحرث اللي هو مكان الزرع اللي هو هيؤتي الاولاد. فأتوا حرثكم ده فعل امر والفاء دي للتتابع، يعني الراجل ما يسيبش الست هي اللي تطلب لان ممكن يبقى عندها حياء والمساله مش متروكه لمزاجك انت ايها الزوج انك انت تؤتي زوجتك وقت ما انت عايز، لا ده ربنا بيقول لك السرعه في التتابع. أن شئتم دي فيها تغيير اللي هو الناس كلها بتقول دلوقتي اللي هو علاج الملل الجنسي اللي كل الناس بتشتكي منه، اللي هو في أي مكان نغير المكان، في أي زمن مش لازم يبقى دايما في بالليل، لازم الصبح، لازم لا أي وقت نغير. ممكن كمان تغيير الأوضاع الجنسية طالما إن هو هيؤتيها في حلال أو في المكان الصحيح. وقدموا لأنفسكم، تقديم دي بقى اللي هي بتحل مشكلة البرود الجنسي عند الزوج. اللي هو بيقول للرجل احترم ان زوجتك محتاجه تقدمها، ما ينفعش هي مش زيك. فربنا سبحانه وتعالى بيوصي للستات، شوف ست مدلعه قد ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات بيقول للراجل دلعها ومش بمزاجك، وفي الاخر قال له واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، انت هتروح مني فين؟ وبشر المؤمنين اللي هم بيسمعوا كلام. ايه الفرق بينك وبين نوال سعداوي؟ انا مش شايف في اي مجال للمقارنه. مفيش يعني مجال للمقارنه؟ على الاقل انتوا الاثنين ستات. احنا الاثنين ستات والاثنين خريجين كليه الطب. طيب كويس. وهي الحقيقه بتنادي ربما المرجعيه. اتكلمت في الثقافه الجنسيه واتكلمت في العلاقه بين الراجل والست. طبعا على فكره انا ما عنديش اي حاجه ضدها اطلاقا. انا مش عارفه هي ليه الدكتوره منى حلمي ليها عندها حاجات كتير قوي ضدي. بس برضه على فكره من غير اي مرجعيات. هي انا شايفه ان انا بس بيزد اون وانا يعني ثابته او راكزه على الدين، والدكتوره نوال مش راكزه على الدين. بس انا شايفه ان ده الفرق الوحيد، لكن طبعا هي بتنادي باراء معظمها صح. معظمها طبعا. يعني زي مثلا عدم ختان البنات، زي متعه المراه. عدم ختان البنات ضد ختان البنات. ضد تماما.